بس ما كنتش قادر اقعد في نفس المكان اللي هي فيه. لا يا امجد، انت بتقول ايه؟ بعدين انا فاهمه تماما انت حاسس بايه، يعني بعد المرمطه اللي انت شفتها معاها الفتره اللي فاتت دي وفي الاخر تتهمك الاتهام ده. اتهام غريب جدا يعني. بس انا الصراحه مش عارفه ليه حاسه ان الحكايه دي كلها كده على بعضها متلفقه. يعني ايه متلفقه؟ احنا فعلا رقصنا مع بعض. لا، انا مش بتكلم ان الصور متفبركه، انا بتكلم على الحكايه كلها. قصدك ان هي كانت ممشيه حد ورايا يراقبني يعني؟ يراقبك جايز، وممكن يكون كان حد من صحابكم هناك بالصدفه وصورنا. اصل انت ما شفتيش هي عملت ايه؟ دي ولعت الدنيا. فكرك تكون لسه بتغير عليا؟ بتغير؟ لا، اشك يا امجد. وبعدين مش مني، يعني عيب على العشره. وبعدين هي عارفاني كويس قوي، يعني عارفه ان انا عمري ما ابص الراجل بيفكر في واحده غيري مهما كان قريب من قلبي. انت بيتك حلو قوي الان، الفيو رهيب. شكرا. بمناسبه البيت صحيح، هو انت مش كنت كتبت لها البيت بتاعكوا عربون صلح، يعني على اساس ان انتوا هترجعوا وكده؟ اه. ايه؟ ايه؟ هتسيبه لها؟ يعني من الواضح ان هي خلاص بتخلص الموضوع ودماغها مش ان هي تكمل معاك. ايه؟ انت ايه اللي خلاك تغير رايك؟ مش خايف حد يصورنا والتهمه تثبت علينا؟ مش فارقه يا بيه، اللي يصور يصور واللي غيران يعمل زينا. عندك حق، المهم ان احنا ننبسط. تشيرز. ايوه، لازم ننبسط. ما تيجي نرقص؟ يلا. واتش إت.